السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ معاكم المهندس مصطفى بكر في يوم جديد بفيديو جديد من مشاتي الحياة. النهارده هعمل لكم عرض مفصل كده عن احجام البرحي البنتجورة الموجودة عندنا هنا في المشتل. عندنا هنا في المشتل البرحي البنتجورة متوفرة على 4 احجام. ايه هم ال4 احجام دول؟ عندنا اول حجم اللي هو عمر ال4 سنين، تاني حجم اللي هو العمر ال5 سنين، تالت حجم 6 سنين، الحجم الاخير اللي هو الاحجام الخاصه. طبعا الاحجام الخاصه دي بيبقى فيها فئتين، اللي هو مكونه 70 سم خشب واللي مكونه متر خشب. هنتنقل دلوقتي نشوف كل حجم بالتفصيل. هنروح اول حاجه لعمر ال4 سنين. كده هنكون اتنقلنا للعمر الاولاني معانا اللي هو عمر ال4 سنين. عمر ال4 سنين ده بيبقى مكون مجموع جدر قوي في قلب القصريه، بيبقى مكون زي حضراتكم شايفين المجموع الخضري بتاعه كويس. ده بيبقى فيه من 30 ل 35 سم خشب. طبعا ده بيتزرع في اي وقت في السنه. تقول لي ليه؟ اقول لك ليه. عشان طبعا ده بنتجوره. يعني ايه بنتجوره؟ يعني فسيله معمول لها عمليه تحضير لحد ما كونت مجموع جدر قوي يؤهلها ان هي تتزرع في اي وقت في السنه. كده نكون اتكلمنا عن اول حجم معانا اللي هو عمر ال4 سنين. هنتنقل للحجم الثاني معانا اللي هو ال5 سنين. كده هنكون اتنقلنا للحجم الثاني معانا اللي هو عمر ال5 سنين. عمر ال5 سنين ده بيبقى مكون في متوسط من 40 ل 45 سم خشب. بيبقى مكون مجموع خضري كويس كبير زي ما حضراتكم شايفين. كذلك المجموع الجدري بتاعه بيبقى قوي، مكون مجموع جدر قوي زي ما حضراتكم شايفين. هو مطلع فسائل جنبه، معظمه مطلع فسائل جنبه. ده يدل على شيء، فهو بيدل ان فيه مجموع جدري قوي شغال في قلب القصريه. كده نكون اتكلمنا عن الحجم الثاني معانا اللي هو عمر ال5 سنين. هنتنقل للحجم اللي بعد كده اللي هو عمر ال6 سنين. كده هنكون وصلنا معاكم لفئه ال6 سنين او عمر اللي بعد كده اللي هو عمر 6 سنين. عمر 6 سنين ده بيبقى مكون في متوسط 50 سم خشب زي ما حضراتكم شايفين. بيبقى مكون مجموع خضري كويس كبير جدا مقارنه بالاعمار اللي قبل كده، فهو مكون مجموع خضري حلو. كذلك محتوى الجذور بيبقى مكون مجموع جدري قوي جدا يؤهله اللي هو يتزرع في اي وقت في السنه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو هو مطلع فسائل، كلهم مطلعين فسائل، وده يدل على شيء، فهو بيدل ان فيه مجموع جدري قوي شغال في قلب القصريه. ده كان ملخص بسيط عن عمر ال6 سنين. كده هنكون اتنقلنا للفئه اللي هي بعد كده اللي هي الاحجام الخاصه. زي ما قلنا الاحجام الخاصه ديت بتبقى فيها حجمين اتنين، اللي هي مكونه في متوسط 70 سم خشب واللي هي مكونه متر خشب. احنا دلوقتي عند اللي هي مكونه في متوسط 70 سم خشب. زي ما انتم حضراتكم شايفين مكونه هنا 70 سم خشب. المجموع الخضري زي ما حضراتكم شايفين مكونه مجموع خضري كبير. كذلك المجموع الجدري بتاعها بيبقى مكونه مجموع جدري كبير وقوي. زي ما حضراتكم شايفين هي اكترهم مطلعه فسائل كتير بسم الله ما شاء الله. ده يدل على شيء، فهو بيدل ان في مجموع جدري شغال في قلب القصريه. كده هنكون اتكلمنا عن الفئه اللي هي مكونه في متوسط 70 سم خشب. هنتنقل للفئه اللي هي بعد كده اللي هي مكونه متر خشب. كده نكون اتنقلنا للفئه اللي بعد كده في الاحجام الخاصه اللي هي فئه المتر خشب. المتر خشب زي ما موضح من اسمها مكونه متر خشب فعليا. حجم المجموع الخضري بتاعها بيبقى مجموع خضري كبير جدا كويس بالنسبه لعمرها. كذلك حجم المجموع الجدري هي مكونه مجموع جدر قوي اللي هو بيمد المجموع الخضري والفسائل دي بالغذاء. ده بتزرع في اي وقت في السنه، ملهاش ميعاد معين طبعا. ده اللي هي فئه المتر خشب في الاحجام الخاصه. وكده نكون وصلنا في نهايه الفيديو بتاع النهارده مع حضراتكم. في اخر الفيديو برضك ما تنسوش تسالوا عن الانسجه الموجوده عندنا هنا في مشاتل الحياه. كان معكم المهندس مصطفى السيد بكر من مشاتل الحياه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.